بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلبة سكندري 1 مع أول تقييم وزاري. طبعا احنا التقييم الوزاري بتاع السنة اللي فاتت في الحصة، وده التقييم الوزاري الجديد نزل السنة دي 2025 2026. والأول سؤال continuous change between three states of matter. قلت لك أول ما أقول لك كده اللي change between three states اعرف دي الهيدرولوجيكال سايكل اللي هي change between three states وتتنقل من مكان لمكان. يبقى ال change between three states أو ده كلمة between three states اعرف إنها بيتكلم عن الهيدرولوجيكال سايكل. طيب the percent of salt water المياه المالحة about came from all water shapes. من المية المفروض عندنا حبايبي إن 3% fresh water و97 اللي هي السولتي ووتر، وقسمنا التلاتة اللي هي دي ل2% فروزن و1% اللي هو الفريش ليكويد. طيب all the following from the biotic factor. كلمة قلنا أي حاجة اسمها بايو يعني livings، فالبيوتيك فاكتورز اللي هم الليفنجز اللي هم مين يا جماعة؟ الليفنجز. هو لي كل دول بايوتيك يعني livings except مين؟ except اللايت، لان هنا انيمالز وبكتيريا وبلانت كل دول ليفنجز، فالبكتيريا لايت. ماشيه كلها دي كده ليه؟ الاسئله واللي بعد يطلع هيدروسفير اخرى دي تبقى مقصوده. قال لي it is where living organisms are found on above and below the earth's surface. هنا مديني ليثوسفير بايوسفير اتموسفير هيدروسفير، بيتكلم عن living organisms. living organisms يبقى بايو، دي سائلها فوق اي حاجه living تبقى ايه؟ بقى بايو. طبعا الليثوسفير دي الروكس، والاتموسفير ده الجازس، الهيدروسفير ده الووتر. يبقى انا بتكلم على مين؟ على البايوسفير. ولي it's the blanket of gases، ولكن دي مش بطانيه، طبقه يعني، طبقه من الجازس surround الارث. يبقى الاتموسفير، يبقى الاتموسفير يبقى الاجابه لتر سي. is a process in which water liquid converted to vapor. حولنا الووتر ليكويد لفيبر، دي evaporation. الإجابة سي. number 7 بيقول لي the process in which plants release excess water through stomata. إن البلانت بيتخلص من الووتر عن طريق ستوماتا، ده transpiration. تمام؟ جميل. بيقول لي an increase in the rate of transpiration in plant indirectly affect the water cycle in nature through. يعني الزيادة في الترانسبيريشن في البلانت بيأثر بطريقة غير مباشرة الووتر سايكل. عن طريق ايه بقى؟ بيقلل الامطار؟ لا، ده بيزود الفيبر. احنا هنزود امطار. انكريز الووتر فيبر في الاتموسفير، طبعا هيزود نسبة الووتر فيبر. حلو الكلام. فالإجابة تبقى لتر بي معانا. جميل، تمام. نمبر 9 بيقول يا حبايبي the figure shows the percentage of distribution of lithosphere الروكس يعني والهيدروسفير يعني اللي هي on earth. تمام. which of the following is correct. هو بدينا هنا A و B و C. بص عشان تبقى فاهم بس الرسمة، هي دي الرسمة الأصلية. ده اللي هو جزء الليثوسفير اللي هو الروكس بقى واللاند، ودي ده 30% وده 70% اللي هي ايه بقى؟ مية. وال70% دولك قسمناهم لجزئين، فتبقى دي 97 ودي تبقى 3. فطبعا ال A هتبقى ليثوسفير وال B هيبقى الهيدروسفير. يبقى كده B غلط وسي غلط. السي بقى ايه المقصود بسي؟ هنا مقصود حبايبي هنا السولت ووتر، فالإجابة تبقى لتر دي. تبقى عارف ان دول كأنهم دي رسمة الأصلية ودي طلعت من الرسمة الأصلية.
Number 10. Which of the following represents the greatest source of water on the earth's surface؟ الفروزن ولا فيش ليك ولا جراوند ووتر ولا الاوشن؟ طبعا الاوشنز، لان الاوشنز يا شباب دي السولت ووتر، والسولت ووتر دي حبايبي قلنا 97%، دي على نسبة. Number 11. Which of the following is not related to hydrological cycle؟ ملوش علاقة بالهيدرولوجيكال سايكل. not related. الووتر موفمنت through many pathways، ان الميه تتحرك من كذا طريقه، ماشي دي صح، احنا حاجه غلط. living organisms have essential role in it. living بتاثر في الهيدرولوجيكال سايكل طبعا عن طريق بقى عمليه الايه، الريسبيريشن بتاعه الانسان بتطلع بقى ووتر فيبر، والبلانت بيعمل ترانسبيريشن، فدي تمام. قال لي كده keeping the stability of earth's surface، هل دي الهيدرولوجيكال سايكل بتعمل على استقرار وثبات السيرفس الارث السيرفس؟ لا طبعا مالهاش علاقه خالص، دي علاقه بالامطار بقى وخلاص على كده. طبعا دي nearly closed a closed system، ماشي closed system، يبقى الاجابه الغلط هي الاجابه مين؟ سي. Number 12. Which of the following is a consequence for the transpiration through the hydrological cycle؟ الكونسيكونس او نتيجه الترانسبيريشن دوت، ايه النتيجه المترتبه على في الترانسبيريشن في الهيدرولوجيكال سايكل؟ هيترتب عليها عمليه هطول امطار، ان الترانسبيريشن طلع ووتر فيبر، الفيبر يحصل عمليه كوندنسيشن وبعدين ينزل از ايه؟ ووتر. طيب الاساي questions بيقول لي what is the main process responsible for transformation of water from liquid to gas state؟ ايه اسم البروسيس بتحول الووتر من liquid للجاز ستيت؟ دي هتبقى ال evaporation. بس كده ماشي. ده بقى give reason why the water cycle الهيدرولوجيكال سايكل considered an almost closed system. ليه تعتبر الهيدرولوجيكال سايكل closed system؟ لان حبايبي عمليه الايفابوريشن بيحصل ايفابوريشن، فالايفابوريتد ووتر تحول لكلاودز then precipitate as rain، فده في الاخر اللي طالع قد في الغالب قد اللي نازل، فبيعمل على ثبات البرسنت اوف ووتر on earth. تمام؟ يبقى because water evaporates and condensed then precipitate تنزل عليه أمطار rains which helps in keeping تحافظ the percent of water on earth، تحافظ على نسبة المياه على الأرض. في كلوز بقى اللي طالع قد اللي نازل في الغالب. طيب ايه ال importance of transpiration for the plant؟ هتقول أول حاجة إن هي decrease the temperature of plant، دي أول حاجة. 2 transport بتنقل الووتر and minerals from roots to the upper part. ده الإجابة. Number 4 will discuss the following. أول حاجة the concept of environment. طبعا environment دي من كلمة environ يعني كل ايه حاجة حوالينا، يبقى كلمة environment everything surround us حوالينا. we consists of
بتتكون من biotic factors زي like plants and animals human and humans. حلو الكلام. and abiotic factors. abiotic يعني non living which includes non-livings زي الاير بقى والسويل and so on. ده environment. طيب second its components. احنا قلناها فوق بقى، في عندنا biotic factors زي قلنا البلانتس والانيمالز والهيومنز والابيوتيك فاكتورز، ودي حبايبي بقى النون ليفنج زي السويل قلنا والووتر والاير. تمام جميل. Number 3 third point its types of spheres. انواع السفيرز بتاعتها. عد معايا. اتموسفير، عندنا ليثوسفير، عندك هيدروسفير، بايوسفير، دي اللي هي المين سفيرز. طيب كده خلصنا بارت 1 تقييم بقى. السؤال بيقول لي حبايبي water covers about a from the earth's surface. الووتر about كام؟ about 70%. غطى حوالي كام؟ 70%. السؤال اللي بعديه the percentage of fresh liquid water. الفريش liquid كام؟ 1%. all the following from abiotic factors. الabiotic factors اللي هو حضرتك السويل والووتر والاير. قال لي except يبقى الهيومن. اللي بعديه بيقول لي it is a rigid rocky outer layer of earth consisting of crust and solid outermost layer of the upper mantle. طبعا حبايبي بيتكلم على حاجات اللي هي الحاجة السوليد اللي هي الليثوسفير. دي rigid ايه؟ rocky outer layer of earth. Number 5 بيقول it refers to all forms of water on earth. It includes surface water bodies like rivers كذا 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 in the atmosphere and ice. ده كده بيتكلم على مين؟ على الهيدروسفير، وبيتكلم على الووتر فورمز. طيب قال لي the process in which water vapor converts into water droplets. الفيبر تحول لووتر ده condensation. يبقى أول واحدة. Which of the following processes is if stopped or directly disturb the water cycle on the Earth's surface and in the atmosphere. ايه اللي ممكن بقى يعمل disturption، يعني يعمل اختلال في الووتر سايكل؟ طبعا عملية تقلل السيرفيس ران اوف ولا evaporation ولا soil infiltration ولا transpiration؟ لا evaporation. طبعا اساس الووتر سايكل الايفابوريشن ده وقف، كل حاجه وقفت بعد كده اصلا. لكن دي الترانسبيريشن دي يعني جزء مش اللي هو مش الاصلي، يعني ده جزء صغير خالص.
السويل انفلتريشن تسريب المياه لما المياه بتتمطر وتخش في الروكس والسويل، فدي وجريان المياه، يعني حاجات مش اهميه قد الايفابوريشن طبعا. طيب نمبر 8 بيقول كده from the importance of transpiration for plant، من اهميه الترانسبيريشن. بيزود التمبريتشر؟ لا يعني بيقلل التمبريتشر بتاع البلانت. بيزود نسبه الكربون دايوكسيد؟ ملهاش علاقه. helping rising salts and water to upper parts، صح، بيرفع الايه الووتر من الروتس الابر بارت. تمام جميل. نمبر 9 بيقول كده fresh liquid water and frozen fresh water on the earth is equal to كام؟ انت عارف ان الفريش عموما الفريش ووتر عبارة عن 2% frozen و 1% هتبقى ليكويد. انت عايز مين على مين؟ قال لي عايز ريشو بين الليكويد للفروزن. الليكويد 1 والفروزن 2، يبقى 1/2. تمام جميل. بولي figure shows a part of the water cycle process that is labeled by one contribute in a. بص يا حبايبي، دلوقتي انا شايف رسمه هنا دي رقم 1 اهو، لو حد شايفه رقم 1 اهو. دلوقتي الميه نزلت على الارض، ده طول الامطار بريسبيتيشن الحمد لله. وحضرتك طبعا الميه لما بتنزل على الارض، انا شايفه هنا بيتكلم على ايه بقى؟ دي نزل خلاص على الارض، فالميه تنزل في الارض بقى تكون الاندر جراوند ووتر، فدي ريننج لا مش هتساعد على الامطار. فورميشن اوف جراوند ووتر او فورم اوف جراوند ووتر طبعا تكون سحب لا، سنو فول لا، فالاجابه لتر بي. 11 بيقول which of the following is not from nitrogenous waste. nitrogenous waste قلنا حبايبي اللي هي الامونيا واليوريا واليوريك اسيد، ما قلناش كلمه نيتروجين خالص. عايز نت. قال لي the ratio between الليثوسفير and هيدروسفير. الليثوسفير كان 30% والهيدروسفير 70%. تمام؟ فبالتالي حضرتك كده هتبقى ريشيو كام لكام؟ هتبقى 3/7. الانسر لتر A. جينا لجزء الإساي. أول حاجة يقول لي what is the biological processes contribute to water cycle؟ الترانسبيريشن بس، قال لا والريسبيريشن. طيب ايه المين بروسيسز ان ووتر سايكل؟ الايفابوريشن، وطبعا ضمنها بقى الايه؟ الترانسبيريشن والريسبيريشن، وبعدين الكوندنسيشن، وعندنا البريسيبيتيشن طول الامطار، والووتر انفلتريشن. تمام، دي حبايبي اهم حاجات في الووتر سايكل. طيب what's meant by excretion؟ الاكسكريشن ده the process where the living organism gets rid of wastes resulted from metabolic process، عملية تمثيل غذائي. تمام، as nitrogenous fertilizers بقى، nitrogenous wastes يعني، as بقى water vapor carbon dioxide و
and nitrogenous wastes زي اليوريا والأمونيا واليوريك أسيد. طيب what would happen if a plant can't make transpiration؟ مشكلة. its temperature. نقول الأول هو الترانسبيريشن بيعمل إيه؟ بيقلل التمبريتشر وبيرفع السولت والووتر من الروت للأبر بارت. فحضرتك لو ما حصلش الكلام، لو ما فيش ترانسبيريشن، يبقى التمبريتشر بتاع البلانت its temperature increases and transportation of water and minerals to the upper part decreases. هتقل. تمام؟ جميل. كده تم بحمد الله تعالى أول تقييم أداءات بقى وأداءات وتقييمات، اللي هو الواجب والتقييمات الإيه بتاعت الوزارة. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.